مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات هاشتاغ سامع. معكم سفيان سامع. واش اخباركم؟ انه كاين بزاف ديال التقارير الدوليه كتقول ان المغرب لقى اكبر كنز كاين في العالم، وكاين اللي كيوصف هذا الكنز هذا اللي لقاه المغرب بكنز علي بابا اللي كتبحث عليه جميع دول العالم من شحال هادي. فشنو هو هذا الكنز هذا وشحال كتقدر القيمه ديالو وفين كاين بالضبط وكيفاش لقاه المغرب؟ نبداو القصه من الاول ديالها. جميع دول العالم عارفين انه كاينه واحد المجموعه من المعادن اللي هي معادن نادره ونادره جدا، وهاد المعادن هذه مهمين بزاف لدرجه ان الدول اللي ما عندهاش مثل هاد النوع من المعادن راها ما كتسوى تزفتها في العالم. ونزيدك ان هاد المعادن كتعتبر غايه في الاهميه بالنسبه للامن القومي ديال الميريكان وديال الصين وديال روسيا وديال جميع الدول الاوروبيه باش يقدروا يبقاو محافظين على الهيمنه ديالهم على الاقتصاد العالمي، لدرجه ان هاد الدول اللي ذكرنا لكم كيتقاتلوا بيناتهم ويقدروا ينوضوها صباط وينوضوا حروب كبيره فيما بينهم باش يكون عندهم اكثر قدر ممكن من هذه المعادن، لانها كتعتبر معادن ديال المستقبل، واللي ما عندوش هذا النوع من المعادن لا مستقبل له. قبل ما نقول لكم شنو هي هذه المعادن خاصك تعرف ليش كتصلح هذه المعادن وعلاش هي مهمه لهذه الدرجه هذه. فمن بحثنا وبقششنا لقينا ان اي طائره حربيه كما كان نوعها ما تقدرش تكون وما تقدرش انك تصيبها الا ما عندكش هذه المعادن. فمثلا احدى الطائره كاينه حاليا في العالم اللي هي الطائره الحربيه الامريكيه AF-35 كتحتاج 400 كيلوغرام من هذه المعادن، وهذه المعادن راها كتعتبر بمثابه مواد غايه في الحيويه في التجهيزات ديالها، وماشي غير الطائرات، راه حتى التليفونات وجميع الاجهزه الالكترونيه بما فيهم الكاميرات والرادارات واجهزه الاتصالات واجهزه الطاقه ديال الشمسيه والطاقه النظيفه والبطاريات وبزاف ديال الالات الضخمه ما يمكنش انها تخدم وتصيب الا ما كانش عندك هاد المعادن هذه. وهنا غادي تقول لي شكون هي الدوله في العالم اللي انها كتحكم في هاد المعادن بشكل كبير؟ من بحثنا لقينا ان الصين هي اكبر دوله في العالم اللي كتحكم في اكبر قدر من هذه المعادن، بنسبه انها كتنتج 70% من الانتاج الصناعي اللي كاين في العالم اللي كتستخدم فيه هذه المعادن هذه. وهذا البلان هذا راه مكعي ديال بصح المنافسين ديالها اللي هما امريكان والدول الاوروبيه. حتى لهنا الامور واضحه. دابا نجيو الكنز اللي لقى المغرب واللي منوض روينه في العالم كامل، واللي بسببه شحال من دوله حضرت الراس المغرب. في سنه 2017 واحد البعثه علميه اجنبيه كانت كتبقشش في المحيط الاطلسي وبالضبط بالقرب من السواحل المغربيه، وهي تلقى واحد الكميه كبيره بزاف ديال هاد المعادن النادره اللي ذكرنا لكم. والكميه اللي لقاو ماشي صخره ولا جوج، وانما لقاو جبل قدو قد الخلا سميتو جبل تروبيك اللي لقاوه كاين تحت من الماء بمسافه 1 كيلومتر بالمحيط الاطلسي في السواحل المغربيه. والعجيب والخطير والصادم جدا انهم لقاو هذه المعادن بالتركيز ديالها العالي وبجوده عاليه اللي واصله ب50,000 مره من المعادن اللي كاينه على وجه الارض، وهذا الشيء راه كيمثل تقريبا واحد 10% من الاحتياط العالمي ديال هذه المعادن. فالمعدن النفيس اللي لقاو في هذا الجبل هذا هو التريليوم، وهو من احسن المعادن اللي كيستعملوها في صناعه الطاقه النظيفه. وكما كتعرفوا ان العالم كامل اليوم غادي في الاتجاه ديال الطاقه النظيفه، يعني العالم كامل وجميع الدول محتاجه هذه المعادن باش تقدر انها تحقق واحد الطاقه نظيفه مهمه في الصناعات ديالها. ثاني حاجه واللي حتى هي جد مهمه، فان جبل تروبيك لقاو واحد الكميه كبيره ديال الذهب الازرق اللي هو الكوبالت اللي الطون ديالو الواحد كيوصل 30 مليون سنتيم، ولقاو كميه كبيره اللي تقدر تصيب بها البطاريات ديال اكثر من 270 مليون طوموبيل كهربائيه. والعالم كامل كما كتعرفوا راه غادي في الاتجاه ديال صناعه السيارات الكهربائيه. وماشي غير هذا الشيء اللي لقاو صافي، وانما لقاو معادن واحده اخرى اللي حتى هي جد مهمه لتطوير الحضاره البشريه في العالم. وهنا سيدي من الخبار دارت بوم في العالم كامل ان المغرب لقى كنز علي بابا اللي كتقلب عليه جميع دول العالم. ناضت اسبانيا
قالت لك سيدي هاد الجبل راه تابع ليا بحكم القرب ديالو من جزر الكناري اللي محتلها اسبانيا هذه سنين في المحيط الاطلسي. ناض المغرب قال لهم اهدا فينا وغادي. المغرب مباشرة بعد الاكتشاف حضر مشروع قانون كيتعلق بترسيم الحدود البحرية ديالو. اسبانيا ملي ساقط الخبار ان المغرب غادي يرسم الحدود البحرية ديالو دارت بالبالة ونوضت ضجة كبيرة، واستعملت جميع الضغوطات السياسية ديالها باش هذا القانون هذا ميدوش في البرلمان المغربي، وقالت ان هذا القرار باش يدوز خاص يكون اتفاق مشترك بينها وبين المغرب حيت جزر الكناري تحت النفوذ ديالها وتابع لاسبانيا، بحجة ان المغرب باغي يهرب فسيدي على الحدود البحرية ديال جزر الكناري اللي تابعه لاسبانيا، وان المغرب ملي كتب عليه الضغط ديال بصح اجل المصادقة على هذا القانون، ولكن في سنة 2020 صادق عليه، وهنا اسبانيا بغى يخرج ليها العقل. وهنا كيتطرح سؤال مهم، علاش المغرب حتى 2020 عاد صادق على القانون ديال ترسيم الحدود البحريه؟ لحقاش المغرب كان خدام غير بقانون 1981 اللي كان فيه غير 200 ميل و200 ميل في الحدود البحريه المغربيه راه ما دخلش فيه جبل تروبيك، والقانون الدولي كيسمح للدول الساحليه انها تدخل حتى ل 350 ميل، وهذا الشيء اللي بغى يدير المغرب بغى يوصل الحدود ديالو البحريه ل 350 ميل وفق قانون البحار الدولي، وداك الشيء اللي دار المغرب ضدا في اسبانيا وزمتها قانونيا، لان قانون البحار الدولي كيقول انه يمكن لاي دوله ساحليه انشاء منطقه اقتصاديه بحريه خالصه بطول 200 ميل من اجل استكشاف واستغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه، وكيقول القانون ايضا انه يمكن لاي دوله ساحليه توسيع جرفها القاري بما فيه قاع البحر وباطن الأرض البحرية حتى ل 350 ميل، وهذا الشيء اللي دار المغرب بالضبط في سنة 2020. وما نساوش أن إسبانيا قبل ما يصادق المغرب على هذا القانون كانت ناضت وتقدمت بطلب للجنة الأممية الخاصة بترسيم الحدود البحرية لتوسيع مياهها البحرية خصوصا المياه التابعة للمستعمرة ديالها ديال جزر الكناري باش تدخل جبل تروبيك لعندها، لكن المغرب ما كانش من العاجزين، والمغرب ماشي سهل في هذا الشيء والبق ما كيزهق. نهار 3 ابريل من سنه 2020 ناض صادق على مشروع قانون ترسيم الحدود البحريه ديالو في البرلمان المغربي، وتم الموافقه على هذا القانون بشكل نهائي وبمصادقه الملك محمد السادس بشكل رسمي. وبعد المصادقه على هذا القانون كان ناضت اسبانيا وخصوصا الحزب الشعبي الاسباني اللي اعتبر قانون ترسيم الحدود المغربي هو عمل احادي الجانب وخارج القانون الدولي، وكيضر بشكل خطير بسياده إسبانيا والأمنها الإقليمي. في المقابل أن المغرب رد على إسبانيا وقال لها أودي رجعي قراي المواثيق الدولية وغادا تلقاي أن بحال هاد القوانين راه كيتعتبروا مسائل داخلية وعمل سيادي بموجب القانون الدولي لالا إسبانيا. لا ما تبسط لي مخي، انا هادشي عمل سيادي وما عندي شي دوله انا اتدخل فيه، نزيد 300 ولا نخليها في 200 ولا نوصلها ل 350 مادام محترم القانون الدولي وقانون البحار الدولي، فوصلتي لودنك عضيها. وانتوما اشنو بان لكم؟ خلونا الاراء ديالكم في التعليقات، واللي عجبكم المحتوى ديالنا شجعونا باكبر عدد ديال لي بارطاج وديال لي لايك وديال لي طاق باش نوصلوا لاكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائده. والجديد ديالنا دائما غتلقاو على القناه ديالنا على موقع يوتيوب. هذه تحيات سفيان سميع، السلام عليكم.